واتعين مترجم في مصلحة الآثار اللي كان بيديرها خواجات فرنسا. بس التعيين ده كان نقطة تحول في حياته. كان أول مصري يشتغل في المتحف المصري، وشارك في تأسيسه ونقل محتوياته من بولاق لقصر الإسماعيلية في الجيزة، ومنه لمقره حاليا في التحرير. أحمد كمال باشا اتولد في القاهرة سنة 1851. حقق حلمه بتأسيس قسم علم المصريات في الجامعة المصرية. كتب أول موسوعة عن الحضارة المصرية بالعربية، وعمل أول معجم هيروغليفي، وده عمل ضخم بيوثق آلاف الكلمات. أحمد كمال باشا قاد حملات أثرية في مختلف أنحاء مصر، واكتشف مقابر ملكية، ودافع بقوة عن ضرورة بقاء الآثار في وطنها. الراجل ده حارب علشان هوية بلاده. هو اللي أسس علم المصريات الحقيقي قبل الأجانب ما يقولوا إن هم اكتشفوا كل حاجة. كان مؤمن إن المستحيل ممكن، وإن المصري لازم يكتب تاريخه بنفسه مش يسيبه لغيره. رحل سنة 1923، لكن تلاميذه هم اللي أسسوا المتحف المصري. بفضله بقى للمصريين صوت في علم المصريات بعد ما كان حكر على الغرب. ولو هو قدر يحفظ تراث بلده، انت كمان تقدر تبدأ رحلتك وتسعى لحلمك. عملت لايك ولا لسه؟